السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الغاليين، اهلا وسهلا بيكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. ايه رأيكم بقى في السبونج البيتي؟ اهو عملنا تورتايه من اقل تكاليف، اكننا عملنا كيكة عادية وزوقناها. هنعملها بقى بمقادير بسيطة خالص، نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونقول المقادير معانا 6 بيضات وعليهم معلقة فانيليا او 2 باكت فانيليا، وكمان معانا دقيق وكوبايتين دقيق وكوباية ونص سكر. هنفصل بقى البياض عن الصفار. هنعمل بالطريقة بتاعت زمان اللي كنا بنعملها الاول، قبل ما بنستعمل الاسبونج الجاهز. طبعا الاسبونج الجاهز دلوقتي بقيت اجيبه، او مش انا مش جبته، انا ناس كتير جابوه بصراحة واشتكوا منه. طب وغالي، طب انا اجيبه كمان ما يطلعش كويس؟ لا، فانا قلت بقى ايه، انا هعمل كيكة اسبونج بيتي عادي. هجيب بقى البيض بتاعي ال6 بيضات، افصل البياض عن الصفار. تمام، هنفصل البياض في طبق والصفار في طبق. 6 بيضات تمام كده، و2 باكت فانيليا ونص كوباية مية كبيرة. طبعا هفضي البيض لوحده اهوت في بولة والصفار لوحده، وهنحط الفانيليا هنا تمام على الصفار، والبياض بقى لوحده. وكمان معانا 2 ظرف فانيليا قلت، ونص كوباية مية كبيرة، وكوباية ونص سكر. تمام، يا ريت يبقى سكر فاتح اهو. وكمان معايا كوبايتين دقيق. هاتوا الدقيق اللي هو بيبقى دقيق مخصص للكيكة، اللي هو دي بيجي من اي سوبر ماركت او اي محل، بيكون يعني معروف ان هو للكيكات. بنضرب بقى الصفار مع البياض مع الفانيليا والسكر كده لحد ما القوام يتضاعف، ونحط عليهم بقى ايه، وندوب السكر. يعني نقعد كده نضرب شوية حلوين، حوالي ربع ساعة بالمضرب الكهربي. ونضيف بقى النص كوباية مية كده بالتدريج، علشان ده اللي هيساعد في ان السكر يدوب. تمام، نضرب بقى وما نستعجلش، نخلي القوام كريمي كده زي ما انتوا شايفين. نبدأ بقى نضيف البيكنج باودر على الدقيق. هنحط بقى معلقة كبيرة بيكنج باودر. هحط يعني باكت بحاله، باكت اللي هو الباكت البيكنج باودر كله. هحطه، هفضيه كله على الدقيق. ابدا بقى نخلط الدقيق مره، هبدا كمان انخله وانا بضيفه على الخليط اللي انا عملته، اللي هو الصفار بالسكر بالفانيليا والميه. ابدا بقى كده انزل الدقيق واقلب بالراحه جدا من تحت لفوق كده. اخلط الدقيق مع الخليط اللي انا عملته عشان ما اخرجش الهواء، بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان احافظ على الايه هشاشة الكيكة. احنا لازم نوفر بقى يا جماعة. يعني انا هجيب سبونج كيك اجيبه غالي، وكمان يطلع ممكن ما يطلعش بنفس النتيجة اللي احنا بنحب نطلعها. لا، يبقى احنا نعمل البيتي اللي كنا بنعمله زمان قبل كده. والله بيطلع جميل جدا وهش وحلو قوي. قلبت كده الدقيق كله لحد ما دمجت الخليط مع بعضه كله. بعدين ادخل بقى في البياض، احط عليه بقى ايه، النص معلقة ملح، وابدأ اشتغل. يبقى انا هركن كده الخليط اللي هو اتعمل صفار بالدقيق. ابدأ بقى اشتغل في البياض برضو بالمضرب الكهربائي كده لحد ما يتضاعف حجمه ويعمل فوم، يبقى شبه الكريمة كده، واحنا بنعملها شبه الكريم شانتيه اهي. شايفين تضاعف حجمه جدا، ولو قلبت كده الطبق مش هيقع منه.
خلاص. ابدأ بقى اضيفه على الخليط السابق، اخد جزء جزء كده وما ازهقش، ادخل البياض في قلب العجينة السابقة، اللي هي السكر مع الصفار مع الفانيليا مع المية. ابدأ بقى اقلبهم كده، اضيف حته حته لحد ما اقلبها في العجينه لحد ما تختفي خالص، من غير ما بالراحه كده من تحت لفوق، من غير ما اخرج الهواء من العجينه بتاعتي. هنعمل كده لحد ما نخلص البياض كله اللي احنا عملناه. تمام، اللي هو المارنج بمعنى اصح، هو اللي بيبقى مارنج اللي بنقول عليه مارنج لما بنيجي نعمله مارنج. بنعمله بقى كده وننزله في صينية. انا عملته في صينية بصراحة 26، تقدروا انتوا تعملوه في صينية 24 هيبقى اعلى كمان، فاهميني؟ انا بقى عملته في صينية 26، حطيت ورقة زبدة ونزلت الخليط كده زي ما انتم شايفين، نازل كريمي جدا، وهدخله فرن 8 على 180 حرارة يعني متوسطة كده، وادخله واسيبه ساعة الا ربع. تمام، يطلع بقى سبونج جميل كده. بس اهم حاجة يا جماعة، حطوا الورقة عدلة، ما تحطوهاش زي كده، علشان ايه ما تطلعش الجنب مش مساوي. انا حطيتها وطلع ما شاء الله الكيك سبونجي وجميل جدا. بس شوفوا بقى الورقة مش مخلية الجنب متساوي، بس هي بتتحدث عن نفسها، اسفنجية جدا جدا جدا. ابدأ بقى اقطعها، قطعتها شايفين اسفنجية وجميلة وهشة تحفة. شايفين والله ما تفرق عن الاسبونج الجاهز ابدا. انا عملتها ما شاء الله جميلة جدا هشة. وعلى فكرة انا قطعتها في نفس اليوم. يا ريت انتوا تخلوها تبات، لما بتبات بتكون افضل، بتطلع بتطلع قصدي مش مبرولة مش مفرفتة لما بتكون بايته. طبعا هنبدأ بقى نعمل التورتايه. اعملوا بقى التزيين اللي انتوا عايزينه. يعني انا ما كانش عندي غير يعني جزء يعني حوالي ربع كيلو من الكريم شانتيه، صرفت نفسي بيه بصراحة. تمام، فالتزيين بيرجع لك انتي بس. يعني احنا بنحاول نقتصد في تكليف اي حاجة دلوقتي، علشان كل حاجة بقت غالية جدا. فانا هبدأ بقى ازين. طبعا انا سقت الكيكاية بتاعتي كده بمية كومبوت، اي حاجة عندك 7 اب مية كومبوت اي حاجة، وحطيت الكريمة. وبدأت بقى عندك مكسرات بقى من رمضان في البيت، اي حاجة موجودة عندك في التلاجة طلعيها واحشي بيها التورتاية بتاعتك. وابدأ احط الطبقة التانية. مش بقول لكم عشان تقطعتها صبحة فطالعة بتتقطع مني مبرولة، بس عادي جدا هحط الحتت اللي اتقطعت. وهبدأ برضو اكمل التزيين بتاعي. كل الكريمة هتداري كل ده. طبعا الكمبوت ده انا يمكن جبته وعملت منه حوالي 3 تورتات. يعني انتوا بتجيبوه في البيت وبتحطوه في الفريزر، بتستعملوه على اكتر من مرة، فهو موفر جدا برضو. ما تقولوش الكمبوت غالي، لا، ما انت مش بتستعملي الكيكاية واحدة. الطبقة التانية بقى سقطها برضو، حطيت الكريمة واي فاكهة عندك بقى. ده كان اناناس برضو من الكمبوت، عندك موز، عندك فراولة، عندك جوافة تشيلي بذرها وتشريها وتحطيها، المتاح عندك، بس تكون فاكهة طرية، او تفاح وتعمليه رقيق وتحطيه. هنبدأ نحط الطبقة التانية ونسويها برضو، ونحط بقى نجلس الكريمة ونسيبها في التلاجة شوية. ايه يعني مشينا نفسنا بالموجود. عملت لهم تورتايه باقل تكاليف، وعملنا بقى الحرف ده طبعا يعني ايه باقل حاجه. خلطت بقى معلقه كاكاو كده على الجزء المتبقي من الكيكه الكريمه، وعملت لهم بني. يعني عملت الروزيتات كده اكنها شوكولاته، عملتها بالكاكاو.
بدأت بقى احط بقى كومبوت بواقي العلب اللي عندي، الخوخ والاناناس وشوكولاتة العيد وشوكوبون من السوبر ماركت بتاع الولاد الصغيرين ده. التزيين ده يرجع لك انتي. انا اهم حاجة عندي كنت بقولك فكرة الاسبونج البيتي عشان توفري وتعملي اقل تكلفة الكيكة العادية. تمام. ايه رأيكم بقى؟ يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، والتكاليف بسيطة، تكلفة الكيكة العادية. واستنوني في فيديو جديد، واستودعكم الله، وما تنسونيش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.